اقتلوني اعدموني، لكن هبه لا، هبه لا. صاحبة المال والجمال، العز والنسب، الشعر الاسود والعيون الساحرة، والضحكة اللي تخطف قلب أي حد. وبضحكتها دي خطفت قلب ضابط في الجيش المصري ووقع في غرامها، وهو يا عيني كان فاكر إنه بيكتب معاها واحدة من أجمل قصص الحب، لكن في الحقيقة هي كانت بتكتب بأسراره واحدة من أشهر قصص الخيانة. هبة سليم، الجاسوسة الأشهر في تاريخ مصر الحديث. اتولدت هبة سليم في الصعيد وبالتحديد في أسيوط. كانت من أسرة مرتاحة، اتعلمت أحسن تعليم ودرست اللغة الفرنسية وكانت عضوة من أعضاء نادي الجزيرة. وبعد ما خلصت ثانوية عامة قررت إن هي تسافر فرنسا عشان تكمل تعليمها هناك. وهناك في فرنسا اتعرفت على بنت يهودية واتعرفت من خلالها على صحفي، بس هو ما كانش صحفي، كان ضابط مخابرات في الموساد. لقاها بنت مصرية جميلة وذكية وبتعرف تتكلم فرنساوي وعندها علاقات اجتماعية حلوة. دي صفقة يابا ومشروع جاسوسة ممتاز. وفي قعدة بينهم الوقت خدهم وقالت تفضفض معاه حبتين، وقالت له أنا في نادي الجزيرة كان في ضابط في الجيش هيموت عليا ومقطع نفسه عليا وهيموت ويتجوزني، بس انا كنت بصد وما بردش عليه احسن تغير ولا حاجه. اغير ايه بس؟ واسمه ايه الضابط ده يا هبه يا حبيبتي؟ قالت له اسمه فاروق الفقي. بس ما علينا بقى، مش مهم، ده اجمل هديه بعتها لي القدر ليا. وعرف الضابط الاسرائيلي ان فاروق الفقي بيشتغل في مكان حساس جدا جوه قوات الصاعقه المصريه، فرصه مش هتتكرر في العمر مرتين. وهنا الموساد فضلوا يلعبوا في دماغ هبه ان هي ترجع مصر وتقرب لفاروق الفقي، ولو حكمت تتجوزه. وبالفعل رجعت مصر، واول ما نزلت من الطياره طلعت على نادي الجزيره: يا روقه وحشتني، ده انا جاي لك مخصوص. فاروق طبعا مش مصدق نفسه ان البنت اللي كان هيموت عليها جايه له لحد عنده، وقربوا من بعض واتخطبوا. وفاروق في فتره الخطوبه كان مشغول جدا وبيغيب بالايام، فهبه بقى مسكت في الفرصه وكانت بتنكد عليه: انت بتغيب ليه؟ كنت مختفي فين كل ده؟ انت اكيد بتخوني. يا ستي والله ما بخوني. طب عشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها. تقول لي انت بتغيب ليه وبتعمل ايه في شغلك وتكلمني شويه عن تفاصيل شغلك. وبدات واحده واحده تاخد منه معلومات عن شغله وتنبهر بيها. الله يا روقه ده انت جامد قوي. ولما لقاها بتنبهر بالمعلومات اللي بيقولها لها بدأ يعلى بالليفل ويقول لها معلومات خطيرة عن الجيش المصري، ووراها خرائط سرية لمواقع الصواريخ والقواعد الجوية، وهي طبعا بتاخد الآثار من هنا وتوديها للموساد من هنا، فالموساد يتحرك بسرعة ويضرب في قواعد الصواريخ المصرية من قبل أصلا ما يكتمل بنائها. وطبعا الجيش المصري هيتجنن ازاي المعلومات دي وصلت للموساد، وبدأوا يشكوا ان في خاين وسطهم. وبالفعل بدأت التحريات والتحقيقات لحد ما الخيط وصل للمقدم فاروق الفقي وامروا بتفتيش بيته. وبالفعل فتشوا بيته ولقوا عنده جهاز ارسال ومستندات ومعلومات عسكريه خطيره مجهزها علشان يبعتها للموساد. هو اللي هيبعتها. اصلا انا نسيت اقول لكم ان هبه قدرت تقنعه وتجنده للموساد على طول، عشان ما تبقاش بتضحك عليه ولا بتلعب بيه والعياذ بالله. الحب حب والشغل شغل. وبالفعل يتقبض على فاروق الفقي ويتحقق معاه، ومن قبل اول قلم اعترف بكل حاجه: اقتلوني اعدموني، لكن هبه لا، هبه لا. وهنا بدات المخابرات المصريه تتحرك علشان تقبض على هبه، بس هي كانت في باريس، فاتجهزت خطه ان ابوها تعبان وبيموت في ليبيا وعايز يشوفها. وبالفعل خدت اول طياره لليبيا، واول ما وصلت طرابلس لقت 2 شباب حلوين زي العسل كده بنضارات سودا مستنيينها: احنا المخابرات المصريه، عشان بالفعل يتقبض عليها وتركب الطياره وتروح للقاهره. وطبعا كانت منهاره وعماله تصوت وعامله دوشه على الطياره. فاللواء رفعت جبريل المسؤول عن عمليه القبض عليها كان عنده صداع على الطياره، فراح مناولها قلمين فقدت النطق لحد ما وصلوا القاهره. وبدات التحقيقات والمحاكمه، بس كل حاجه كانت اتكشفت خلاص. وفي الوقت ده اللواء نبيل شكري قائد فاروق الفقي قدم استقالته عشان حس بالتقصير وان واحد من رجالته طلع خاين، فحس انه ما يستاهلش المكانه دي. وفضلوا يقنعوه ان هو يرجع في كلامه عن الاستقاله. قال لهم عندي شرط، انا اللي انفذ حكم الاعدام على فاروق واضربه بالنار. وقد كان فعلا. اما هبه فكانت لسه مسجونه، والموساد بلغوها ان هي تقدم التماس للسادات وهم هيتصرفوا. وبالفعل جه وزير خارجيه امريكا هنري كيسنجر وقابل السادات في اسوان. قال له انا جاي لك بطلب شخصي من رئيسه وزراء اسرائيل، لو استسمحك يعني نخفف الحكم عن هبه شويه. فالسادات قال له: يا هنري مش كنت تقول دي اتعدمت النهارده الصبح؟ وفي الوقت ده كان واقف رئيس المخابرات المصريه، واول ما سمع السادات وهو بيقول كده رفع التليفون بسرعه على السجن وامر باعدام هبه دلوقتي حالا. وعشان هبه ما تعملش دوشه وصداع قالوا لها: يا بنت المحظوظه الالتماس بتاعك للسادات اتقبل، تعالي بقى عشان احنا هنخرجك. ما كانتش تعرف ان هم هيخرجوها بره الحياه. وبالفعل خدوها في عربيه وهي فاكره ان هي خلاص هتخرج، وعماله تقول انا كنت عارفه ان الموساد مش هيسيبوني، لحد ما لقت نفسها قدام عشماوي وحبل المشنقه بيتلف حوالين رقبتها. انا احمد عجيزه، وده كان فيديو من جوه الاوضه. ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف الحلقات الجايه.